الثالثة ثابتة يا عموتة. هذه المرة الثمن كان غاليا، إقالة لا رجعة فيها. النصيري سمح لك بمزاولة مهمتين في السابق: الإشراف على الوداد والإشراف على المنتخب المحلي والمنتخب الأولمبي، لكن أن تترك الوداد وتذهب إلى استوديوهات وبلاطوهات كأس العالم في قطر من أجل تحليل المباريات في الوقت الذي يستعد كل منافسك في المغرب وإفريقيا والعالم. الوداد كما يعرف القاصي والداني ينافس على كل البطولات، في هذه الظرفية بالذات تنتظره كأس العالم للأندية والمنافسة الإفريقية، إضافة إلى المنافسة المحلية. يا حسين يا عموتة، الوداد لا يجب أن يتلاعب به هكذا، إما أن تعطيه كل ما تملك أو تبتعد كليا لتفتح المجال لمدرب آخر يعطي من دمه للوداد. فالواك فريق كبير يضرب به المثل في كل أنحاء العالم بسبب نتائجه المبهرة وجماهيره الشغوفة.